أسس بالعربي. مشاهدي أسس بالعربي، أهلا وسهلا بكم في شابتر 2 من كورس المدرب الشخصي المعتمد من نسم، شرح بالعربي، واللي عنوانه The Person Training Profession. من المواضيع اللي هناخدها مع بعض النهارده رقم 1 Discover Employment Opportunities for an Entry-Level Fitness Professional. وهنا هنعرف مع بعض ايه هي الفرص يا ترى المتاحه قدام اي مدرب شخصي بعد ما يخلص الكورس. يعني الشهاده دي هتشغلني فين؟ هل في جيم، ولا اقدر اشتغل فريلانسر، ولا اونلاين؟ كمان كل ده عشان تفهم شكل السوق عامل ازاي وتختار طريقك صح من البدايه. رقم 2 Craft a professional resume and honey interview skills. وهنا هنتعلم بقى ازاي نعمل CV، ازاي تقدم نفسك في الCV. يا ترى الCV الاحترافي بيكون موجود فيه ايه بالظبط، عشان ما تحطش معلومات كتير قوي على الفاضي او تلاقي نفسك اترفضت بسبب الCV بتاعك. رقم 3 بقى Describe the most common daily job tasks for fitness professional. وهنا هنوضح لك بقى يوم كده من حياة المدرب الشخصي المفروض يعمل ايه. يعني من اول ما بيصحى، واول ما بيروح الشغل، وامتى بينسق الورق بتاعه، وامتى يستخدم السوشيال ميديا، وامتى يتمرن. رابع نقطة بقى معانا Sales and Marketing Strategies، ودول مهمين جدا لان كتير من المدربين ما بتعرفش بعد ما بتاخد الشهادة ازاي تجيب عملاء، وازاي تسوق لنفسها كمدرب شخص، وحتى ما تعرفش ازاي تكبر شغلها او قاعدة العملاء بتاعتها بطريقة صح. خامس نقطة Identify requirements and opportunities for continuing education in the fitness industry. وهنا هنتكلم عن أهمية التعليم المستمر للمدرب الشخصي، وده اللي بيخليه دايما متطور ويقدر يجدد في علمه، كمان في شهاداته أو في التخصصات المختلفة. فجهز لي بقى ورقة وقلم ويلا بينا نبدأ الحلقة. Fitness Industry Employment Landscape. هناخد نظرة كده عن التوظيف عموما بعد ما ناخد الشهادة في عالم اللياقة البدنية. مبدئيا اللياقة البدنية الطلب عليها بيزيد دايما، مش بيقل زي ما ناس بتقول دي الجيمات بدأت تقفل، المدربين ما بقتش لاقيه شغل. وكتر المدربين اللي انت شايفهم دول ما يخوفكش انك تبدأ وتبقى مدرب، لان دايما اللي بيتعلم ويطور بنفسه باستمرار هو اللي بيخلق لنفسه مكان وسط الحجم الكبير من المدربين. كمان التكنولوجيا اللي موجودة حوالينا زي ما قلنا في الفصل الاولاني ضغطت الناس وخدت من صحتها كتير جدا، فبالتالي بقوا محتاجين ان هم يعودوا اصحاء اكتر، فبدأوا يدوروا مش على اي مدرب، على مدرب متخصص جدا متطور مختلف يقدر يعالج المشاكل اللي عندهم وفقا للتطورات بتاعت 2026 اللي احنا عايشينها. فما تخافش انك خدت الخطوة. Importance of Education and Certification. يا ترى ايه اهمية التعليم وايه اهمية الشهادة؟ لازم تعرف مهنة المدرب الشخصي بدأت تقريبا في السبعينات، كانوا بيستعينوا بلاعبي كمال الأجسام والرياضيين إن هم يساعدوا الناس إنه يوصلوا لشكل جسم عضلي زيهم. يعني بعد كده الجيمات التجارية اكتشفوا إن التدريب الشخصي ده ممكن يبقى مصدر دخل مهم جدا ويزود الأرباح. ومع انتشار المهنة وخرجت من عباية كمال الأجسام لجميع فئات المجتمع تقريبا، بدأت نسم تحط أول قاعدة في السيرتيفيكيت كتدريب شخصي. الهدف بقى من الشهادة سواء من نسم أو غيرها إنك تكون معترف بيك مؤهل علميا وعمليا إنك تشتغل مهنة المدرب الشخصي. دلوقتي دور كمان المدرب الشخصي مش بقى بادي كومبوزيشن تغيير الشكل بس، لا، تحسين جودة الحياة بالكامل، زي الوقاية من الإصابات، تخفيف حدة الاسترس اللي احنا بنعيشه، تغيير نمط الحياة عموما، تصميم برامج تجمع بين التوازن والقوة والحركة والفانكشن تريننج في نفس الوقت. فمع الوقت المدرب لازم يتطور، وده اللي لسه كنت بقوله لك عن طريق التعليم المستمر عشان يقدر يتعامل مع حالات أصعب زي السكر، القلب، الهشاشة، التأهيل بتاع الإصابات، تصحيح القوام. وكمان كل جيل بقى ليه متطلباته وقدراته المختلفة. ويمكن دي نقطة مهمة جدا، كتير من المدربين القدام بقوا مش عارفين يواجهوا السرعة اللي موجودة حاليا لأنه مش قادرين يفهموا الجيل الحالي ومتطلباته. فلازم كونك قررت تبقى مدرب من نسم تقدر تتعامل مع جميع الأعمار
وجميع الأجيال. عندك مثلا الجيل زد زي ما بيقولوا عليه، ده طبعا من مواليد 1997 وبعده. أما الجيل إكس طبعا ده من 1965. أسس بالعربي. This is the most professional master trainer in the Middle East, Coach Ahmed Megahype, founder of Oso's Belarabi, a movement built to spread real fitness knowledge, helping other trainers learn the right way. Through Zainab to nutrition,